أكثر من عام والعالم يعاني من فيروس كورونا، والجائحة قتلت يعني مئات الآلاف. اليوم أمريكا وأنجلترا توصلوا الفاكسان، نسبة الفاعلية متاعه أو فعال بنسبة 95%. أنت توا يعني يجي الفاكسان لتونس، يعني مساعد أنك تلقح، مساعد أنك تاخذ يعني الفاكسان هذا ولا؟ أنا ما عنديش شك في فاعلية الفاكسان، خاطر هما جربوه على شعوبهم ديجا. لكن ربما أنا ما نلقاحش باش نحاول نعمل شوية على المناعة متاعي، باش نطور المناعة متاعي، باش نخدم بها أكثر وما نعملش على الفاكسان. ما عنديش شك في الفاكسان، ما عنديش شك في الفاكسان. ميساج لا، ما عنديش عندي ثقة في الفاكسان بحكم هما جربوه على شعوبهم، يعني مش جبدوه يجربوا في علينا احنا، فهمتني. لكن انا نحاول نعول على المناعة متاعي اكثر، فهمتني، نحاول نستحضر روحي. بون ثم ناس اخرى كاتيجوري داج معينة باش يعملوا لي فاكسان، فهمتني، نحاولوا هما يكسبوا مناعتهم الجماعية، واحنا عندنا مناعتنا نحافظوا بها، فهمتني. ونتصور انه الفيروس من هنا لاحقا في السنوات القادمة حسب دراسات تصير انه باش يولي فيروس عادي كالجريب واحد وكل شيء، وما يسحقش فاكسان للعباد اللي عندها مناعة واللي عندها بدنها قادر يقاوم بعض الفيروسات كما الجريب ولا غيره. نقول لك حاجة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا الوباء جاء امتحان للبشرية وامتحان للطغاة، معناها الناس كل سواسية فيه، اكتشفوا ولا ما اكتشفوش. هو هذا وباء ما يهز كان الله، ما يهز كان ربي، هو لأنه هو ربي جاب امتحان للبشرية باش يسوي ما بين القوي والضعيف. ولكن اكتشفوا تو حتى الصين قالت أن السلالة الجديدة هذه اللي قالوا عليها ماهيش معناها ما تخوفش. أنت كتونسي اليوم مستعد أنك تلقح بالفاكسان هذا ولا لا؟ لا، أنا مانيش مستعد باش نخاف، ما عنديش الثقة. ما عندكش فيهم الثقة؟ لا، ما عنديش فيهم الثقة، ما نحبش نلقح. الأجل محتوم عند ربي، وقت اللي بيجيك الأجل باش تموت بالفيروس هذه ولا من غير فيروس، فهمت. ولذا زايد رغم أني كبير في السن ومانيش مستعد باش نلقح. اي بالطبيعه اذا نلقى الفرصه باش ناخذ الفاكسان هذا ناخذه. علاش؟ خاطر لازمنا نثقوا في العلم، خاطر هذا شيء علمي بحت، بما انه العلم فرض انه الفاكسان هذا فعال بنسبه 95%، وفاكسان مجرب على البشر وعلى حتى يعني الحيوانات، كل شيء عضوي مجرب عليه الفاكسان هذايا ومشي معاه ضد فيروس كورونا. دونك اذا نلقى وقت ولا اذا نلقى يعني فرصه اني باش ناخذه ما عنديش حتى مشكله. اليوم يعني واثق، ماكش متخوف يعني من الفاكسان كما برشا توانسه؟ لا اذا باش نتخوف من الفاكسان باش نكون وقتها متخوف من الكورونا بيدها، وهذا شيء يعتبر تخلف. اذا انهم هما يعني قامات علميه وعلماء حطوا الاراده نتاعهم والخدمه نتاعهم وبراءه الاختراع نتاعهم في الفاكسان هذايا باش ينقذوا البشريه، مادام الفاكسان هذا فعال ويخدم. مستحيل ناخذ فاكسان هذا. ما تلقحش؟ لا، نحس فما مزاعم اخرى وراء الفاكسان هذه، فما حكايات اخرى، فهمتني. ما عرفش تلقيح ضد واش يعملوا عاملين اخرين ولا حاجه، واش يعملوا حرب بيولوجيه ولا حاجه وقاعدين يعملوا في فاكسان البشريه، فهمتني. حاسس فما حاجه اخرى معنا وراء الفاكسان هذه. مش انت ما عندكش ثقه اليوم بالفاكسان هذا، بالفاعليه نتاع الفاكسان هذا؟ شنو هو الحل مال اليوم؟ الحل فما حل اخر. لازم المسؤولين والمعنيين بالامر وزاره الصحه نتاعنا كدروا فيها حل معناه، فما عباد تعرف الشيء هذا وتخدم على الشيء هذا. انت تو ما تحبش يعني تاخذ الفاكسان هذا؟ شنو هو الحل؟ شنو هو الحل اللي تقترحه انت باش نحدوا من انتشار الوباء؟ والله الحل عادي معناه. الوباء تو ببدا يتنحى وهم عملوا الوباء هذا باش يعملوا تلقيح، فهمتني. تو احنا بدينا في مرحله التلقيح هذه اللي يحب يعمل، ما يحبش نورمالمون. لكن امريكا نحسها فارض الشيء هذا، العالم اللي يحكم فينا فارض الشيء هذا، يعني التلقيح عنده ابعاد اخرى، مش على ما ذوك هو. سمعنا اللي فما يعني سلاله اخرى من الفيروس واشد يعني سرعه وانتشار. برشا يقولوا الكورونا اليوم باش تولي كيما مسلسل باب الحاره ب10 اجزاء. شنو رايك؟
حسب اللي قاعد نتبع واحد كل شيء اللي الفيروس سيه قاعد هو مش سلاله جديده، هي تنويعه جديده من الفيروس قاعد على مستوى التركيبه نتاعو، لكن هذه اكثر سرعه لكنها ما اكثر حده. قد تكون هم مازالت الدراسات ثم دراسات تقول لي هي كالجريب العادي، يعني الى حد الان ما مات منها حد السلاله الجديده او التنويعه الجديده هذه، يعني اكثر انتشار لكن ماهيش اكثر حده واكثر اضرار. هذا هو اللي حسب هذا فهمني. هذه اخر المعطيات وستر الله.